لما بنيجي نتكلم عن الصدقة، انت طلعتي في المراية يا أستاذة، لم تصرخ في هذا العالم وتقول أيها العالم أنا موجود. ويلكم باك، كملنا 100,000 مشترك. وأخيرا أنا كنت ناوية على السلسلة دي يا جماعة، ناوية لها، بس قلت مش هتكلم فيها نص كلمة غير لما أكمل 100,000 مشترك، ووصلنا والحمد لله. الفكرة ان انا كنت ناوية لها على شكل موديل كده معين، ان انا عايزة اتكلم عن البيزنس بشكل هادي ومريح وخفيف وظريف، مش شكل تخصصي بحت، علشان اساعد ناس كتيرة واقدر اسيب فعلا تأثير. ازاي تبني اسمك، ازاي تبني اسمك من الصفر حرفيا، وبمساعدة توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ومن ثم نفسك. انت تبني اسم لنفسك، انت هتمر ب8 مراحل ايا يكن اخر الطريق اللي انت رسمه لنفسك عباره عن ايه، او هتوصل لفين. لسه طالب في الجامعه وبتبني السي في بتاعك، عندك براند، عندك فكره مشروع، عندك فكره عموما عايز تطلعها للنور، عايز توصلها للناس، هتمر ب8 مراحل اساسيه. ندخل على الاولى. المرحله الاولى مرحله التاهيل النفسي، السلام الداخلي. انتوا عارفين ايه اكتر حاجه ممكن تستفزني من شخص لسه بيبدا مستهل لحياته؟ مش شرط بيزنس، يعني حتى لو لسه طالب بيبني الف ب سي في بتاعه، ان يكون طالب من الناس كلها تصدقه. انت مفكر نفسك في هولندا ولا مفكر نفسك منين؟ طب انا عايزه اقول لك على حاجه، انت عمرك شفت حد ناجح طلع حكى قصه نجاحه وبعد ما نجح وقال لك اصل يعني هم كانوا مصدقيني وكانوا واقفين في ظهري وكانوا بيحبوني وكانوا بيدعموني؟ في حاجه اسمها ما تروحش تقف في مكان انت نو ماركت نيد بالنسبه لهم، انت مش احتياج بالنسبه لهم، انت لا تمثل اي شيء بالنسبه لهم، تقول يلا يا جماعه طبلوا لي. جماعة التأهيل النفسي ان انت لما تيجي تكون داخل على مشروع، داخل على بناء نفسك، فانت عارف ان محدش هيصدقك. لو انت بتبيع حاجة، مستوى مبيعاتك، مستوى نجاحك، مستوى تقدمك، مستوى مشاهداتك، لو عندك مثلا بيج او عندك قناة او الكلام ده كله، اكيد مش هيكون بيرفكت في الاول. انتوا عارفين الخط ما بيننا او المسافة ما بيننا، انا دلوقتي شغالة على اليوتيوب وليكن مثلا على هذه القناة بقالي سنة، فهقارن نفسي او انت تيجي تقارن نفسك بحد لسه بادئ. ليه سميتها مرحلة التأهيل النفسي؟ علشان انت المطبطب الوحيد على نفسك. جماعة والله ما كلام تنمية بشرية، يعني انت في مرحلة في البداية مفيش حد هيكون دعمك غير نفسك. مدى جودة القيام بالأشياء مش هتكون سهلة، مدى فكرة الإنجاز أو القيام بالمهام مش هيكون سهلة، مستوى تقدمك، مستوى نجاحك، مستوى مبيعاتك، مستوى قبولك أصلا لو أنت بتقدم سي في شركة، بتقدم في أي حتة في الحياة. مرحلة التأهيل النفسي بتعتمد على فكرة إن مش شرط أبدا أبدا كل الناس تكون مؤمنة بيك. في المرحلة دي المفروض ان انت تكوني خارجة فيها بقاعدتين او خارجة منها بقاعدتين. انا المفروض في السلسلة دي بخاطب العقلاء او الناس اللي بتسعى لفكرة العقلانية. يعني ايه؟ انت المفروض تكون خارج بحاجتين. الحاجة الاولى، مفيش نجاح بيجي بالساهل، قسما بالله ما في نجاح بيجي في الساهل. يعني انا بشوف ناس بتبقى بادئة النهاردة، بعد اسبوع عايزة تشوف نتائج وبتقارن نفسها بنتائج ناس بدأت من سنة. انتوا ارسموا نفسكم كده على خط سير او خريطة سير، انا بادئة من سنة وانتي لسه بادئة وعايزة تقارني مستوى مشاهداتك بمشاهداتي، يبقى ده نوت فير بالنسبة لك، او انتي الظالم الوحيد لنفسك لان انتي لسه بادئة. فصبر جميل يا جماعة. تاني قاعدة المفروض تخرجي بيها، مفيش فلوس ابدا بتيجي بالساهل، مفيش فلوس بتيجي ابدا بالساهل. في مرحلة التأهيل النفسي لازم تكوني داخلة عارفة المرحلة دي ومتأكدة منها تمام اليقين. بمعنى انا مش لسه بادئه النهارده هعرض منتجاتي للناس، الناس هتقولي واو دي تحفه يلا يا جماعه نروح نشتري منها. جماعه في الغالب انت بتمر بمرحله ان انت بتبني اسم لنفسك، ده بتدفعي فيه كتير من الجهد، كتير من السهر، كتير من العياط، بيبقى فيه عين في هالاتك السوداء، مش هالات سوداء في عينك، من السهر ومن التعب ومن التركيز ومن التفكير ومن الإحباط ومن الخسارة. كل ده طبيعي جدا في المرحلة الأولى، مرحلة التأهيل النفسي. المرحلة التانية مرحلة الاستعانة. وات از استعانة؟ بما اننا لسه قاعدين في مرحله الاستعانه، فانا عايزه اقول لكم على سر. انا يا جماعه انا فعلا البيزنس او فكره اليقين عندي بشكل مش طبيعي. جماعه اصل البلد كلها باش محاسبين، والبلد كلها باش مهندسين، والبلد كلها بيزنس اونر. انت مالك؟ انت شغال فوق، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. انت الرزق مش في ايدك، الرزق انت رزقك، انت رزقك انت مش في ايدك. يعني انت رزقك انت لا تملكي لنفسك مثقال ذره قد كده.
انت متخيله؟ فانت دايما درجه اليقين بالله، طالما ان انت فعلا بتسعي، بتجتهدي، بتكسبي من تعبك، مش قاعده كده بتهطلي وخلاص، تمام؟ فانت دايما متوكله على الله، درجه يقينك ودرجه ايمانك بالله عاليه جدا. قاعده رقم 2، خليك دايما شبه الغريق اللي بيتعلق بقشايه. ويا ترى ايه هي بقى قشايتك؟ ان انت دايما في مستهل حياتك، في بدايه مشروعك، في بدايه بنائك لاسمك، ان الناس تعرفك اصلا، اتعلق بموسعات الرزق. يعني ايه الكلام ده جماعه؟ فعلا والله العظيم في 3 حاجات لو استعنت بيهم بجد بما يرضي الله كده بضمير سالك، والله ربنا هيسرها لك كده، تبقى شبه السكينه في الحلاوه. اول حاجه الدعاء. ادعي وما تحطش ليميت دايما وانت بتدعي، ما تحطيش ليميت لدعائك، وما تسمحيش لعقلك يلعب معاكي فكرة طب ازاي، علشان انتي يعني قدرات ربنا غير محدودة اصلا، يعني بتوصل لحد اللي لا يدركه العقل البشري، السيستم هنا ما يعرفش يجيبها، تمام؟ اول حاجة الدعاء. ادعي يا رب نفسي اكون اكبر براند في الدنيا، ادعي يا رب نفسي اكون اشهر محاسب في مصر، تمام؟ ادعي يعني ادعي وكمل، تمام؟ النقطة التانية الصدقة. جماعة والله العظيم اللي فعلا بيبقى ليه تجربة مع ربنا في الصدقة ما بيسلهاش، بمعنى ان انت اللي بيطلع بيجي قدامه اضعاف. ومن اكتر الحاجات فعلا اللي بتقومك لو انت واقعة مش جدعة، تمام؟ الصدقة مش شرط تكون فلوس كتير، ومش شرط تكون يعني بشكل مبالغ فيه، ممكن تكون اقل القليل، يعني فعلا بمعنى الكلمة. بس التركاية بقى اللي بتحصل فيها ايه؟ ما تروحش تدي الصدقة لأي حد. جماعة ادي الصدقة فعلا للي يستحقها. عارف، ممكن تكون الصدقة معلومة، ممكن تكون الصدقة كلمة كويسة قلتها لشخص كويس، تمام؟ ويا حبذا لو كانت بالفلوس، يا حبذا، وخاصة لو فلوس شغلك، تمام؟ من الحاجات اللي استعنت فيها في بداية فيرا بجد موضوع الصدقة. يعني كنت موضوع الصدقة، تمام؟ طلع صدقة، تمام؟ النقطة الثالثة هي الاستغفار. مش محتاجة اتكلم عنها، يعني الاستغفار، استغفر الله واتوب اليه، اللهم انت ربي، سيد الاستغفار. ويا سلام بقى لو في اوقات يحبس فيها اصلا ده، يعني مثلا الثلث الاخير من الليل، بعد الصلاه، وطبعا الدعاء بعد. الحاجات دي والله العظيم بيبحثوا فيها، عشان هي مش صميم تخصصي فمش عايزه اتكلم فيها. الحاجات دول، ال3 حاجات دول، خليك شبه الغريق اللي بيتعلق بقشايه واعتبرهم قشايتك. المرحلة رقم 3 مرحلة بحث عميق مفصل. اتحرك يا بيه، قوم اسعى، دور لنفسك، اسعى عشان محدش هيسعى لك، شوفي مصلحتك علشان محدش مسؤول يخلص لك مصالحك ومشاويرك وترتيباتك وبراندك وشغلك والسي في بتاعك وتقديمك للشركة الفلانية. قومي اتحركي، تمام؟ قومي اتحركي. النقطة التانية، أنا ما شفتش حد ناضج عاقل مش موقن بيها، مش معترف بيها، محدش مسؤول يساعدك، ومحدش هيسيب اللي وراه واللي قدامه ويقعد يقولك ناقص لك ايه يا حبيبي، ناقص لك ايه يا بابا، عندك المشوار الفلاني، مين هيروح؟ اسعوا يا جماعة، اسعوا، اتحركوا، تمام؟ النت ما خلاش، الجملة اللي دايما بقولها لنفسي وبقولها لكم، النت ما خلاش اي معلومة عايز تفهمها، اي حاجة دعبس وراها. والله العظيم انا فاكرة لما كنت لسه تقريبا في سنة 2020 كنت لسه بتعلم يعني ايه يوتيوب والكلام ده كله، لان انا ليا سابق تجارب فاشلة فظيعة مع اليوتيوب، تمام؟ كنت بمسك قائمة البحث من هنا، افضل قاعدة معتكفة عليها لحد ما ظهري يتقطم. فالنت ما خلاش، والله لو عايز تتعلم معلومة هتلاقيها، لو عايز تفهم حاجة هتلاقيها، مش شرط ترجع لحد بشكل دايركت، لان صدقني محدش مسؤول يعمل كده. يا جماعة القاعدة رقم 3، انت في المرحلة دي او انت في المرحلة دي محتاجة تتعلمي مهارة التعلم الذاتي، اللي انت المفروض اصلا، يعني لو انت طالبة جامعية او متخرجة، المفروض كنتي بتشتغلي عليها من وانت لسه في الجامعة. ايام ما كان الدكتور تقولك معرفش فابحثي انت، هاتي مراجعك وابحثي، المفروض ان انت يعني عندك ولو خلفية بسيطة منها. مرحلة التعلم الذاتي يعني ايه؟ اعلم نفسي بنفسي، لو المعلومة هجيبها من بق الأسد فأنا هحاول أتعلمها، تمام؟ هصلي لها ركعتين، هعمل لها أي حاجة، بس أنا هتعلمها. مرحلة البحث ومرحلة التعلم الذاتي إن أنا أعرف أجيب المعلومة، مش هروح للبيدج الفلانية أقول لها ممكن تقولي لي هو أنت بتجيبي حاجتك منين؟ بنسبة 90% 99% البيدجز المتوسطة والكبيرة مش الأونرز اللي بيكون بيردوا علشان هو ما عندوش وقت لده،
مش عشان هو شخص سيء. تمام؟ مرحلة البحث، مرحلة التعلم الذاتي، مرحلة ازاي اعرف اطبق المعلومة اللي انا خدتها. التلاتة اربطهم ببعض علشان اقدر فعلا اخد معلومة واطلعها وانتجها باذن الله. مرحلة رقم 4، ابدأ. ده معناه ان انت خلاص لو بتفتح مشروع هتنزل تجيب خاماتك، تمام، استقريت وجمعت الداتا بتاعتك واعمل ايه واروح فين واجي منين. لو بتقدم في شغل فانت هتبتدي ترمي السي في بتاعك في كل الشركات اللي خرقها ربنا، تمام. لو عايز تعمل محتوى فانت هتبدا بايا يكن امكانياتك ايه، وانت هتتطور مع الوقت. دايما وانت في مرحله ابدا ايا يكن انت بتعمل ايه في حياتك، شكل مشروعك عامل ازاي، شكل الطريق اللي انت عايز ترسمه، دايما 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 دور على الأعلى جودة الأقل تكلفة، تمام. ويا سلام بقى لو توفيرا للوقت. هتعملها ازاي؟ دي بتاعتك. يعني ايه بتاعتك؟ يعني عيش فيها مع نفسك، محدش هيديك فيها المعلومة. في حاجات كده انت عمرك ما هتعرف توصل لنسبة الخبرة فيها غير بان انت تشمر ايدك وتنزل، تمام. صدقني في حاجات فعلا 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 في الحياة العملية هي عملي، مهما اقعد اكلمك او اكلمك من هنا للسنة الجاية فاحنا ستيل برضو مش هنعرف نطبقها. تبتدي ان انت تتعلم بايدك، تمام، وبعقلك. المرحلة رقم 5، انت محدش يعرفك اصلا، نكرة. فانت ازاي مستني؟ مش بكلمك بشكل شخصي، ما تاخدش الكلام على نفسك. انت دلوقتي مثلا بتقدم على شغل، فعلا محدش يعرفك. فين السي في بتاعك؟ فين الشيء اللي انا اقبلك عليه؟ انت دلوقتي عندك براند، محدش يعرفك، محدش يعرف انت مين وبراندك ايه وبتقدمي ايه. ففكرة بقى استخسارك في التسويق، دايما الناس بتاخد التسويق، انا بعتبره اسلوب حياتي، تمام. دايما الناس بتاخد التسويق لشخص هيبيع منتج. يا جماعة انا عندي الحاجة دي انا ببيعها. التسويق هو فن لازم كلنا نكتسبه، تمام. ليه؟ علشان احنا في عالم مليء بالتسويق، كل واحد قاعد بيسوق لنفسه، كل واحد قاعد بيعرض اللي عنده، سواء كان فاتح براند، سواء كان بيتكلم عن نفسه عشان يأهل نفسه لشغل، سواء كان كتير من الكان. ففكرة استخسارك في التسويق للبراند بتاعك مش هيزعل حد غيرك ومش هيضرنا احنا والله شخصيا. دايما الناس اللي بتفتح براندات وعايزة تستخسر في التسويق والله هتزعلوا. فدايما انت لم تصرخ في هذا العالم وتقول ايها العالم انا موجود، تمام. لو ما عملتش كده او ما عملتيش كده ما تلوميش حد الا نفسك. بمعنى اتعلمي ازاي تعرضي الحاجة اللي عندك، ازاي تعرفي تتكلمي عن الحاجة اللي عندك، سواء كانت مهارة، شغل، ايا يكن اللي بتقدميه. اتعلمي طول الوقت ازاي تقدمي محتوى كويس. دايما انا مخبيش عليكم في مرحله ما كنت عماله اقول، يعني كنت بقعد اتخيل ان المحتوى كويس ده ان انا هعمل حاجه غريبه فظيعه متعوب عليها مثلا 16 ساعه في اليوم. هو ايوه اوقات بنعمل كده، بس مش ده المغزى او مش ده المعنى. المعنى ان انا اوصل لك اللي هو اتكلمي عن الحاجه اللي انت بتعمليها، مش شرط تظهري بوشك. انا قعدت سنه كامله بظهر بصوابعي، ثواني، مش صوابعي، كان صوابع اختي. يعني كنا بنحضر الاوردرز بايد اختي وصوتي بس اللي كان باين، وبنيت براند بده. يعني كنا 2، واحده بتصور بايدها واحده بتفويس بصوتها، وبنينا براند بده. مش بقولك تعالي اعملي زيي، مش بقولك تعالى اعمل زيي، بس شوفي الانسب معاك ايه علشان تطلع الحاجة اللي عندك للنور، تطلع فكرتك للنور، تطلع براندك للنور، تطلع الحاجة اللي جوه هنا للناس، عشان ما ترجعش تزعل وما ترجعش تلوم حد الا نفسك. ارمي اساس. يعني ايه الكلام ده؟ دايما خدوها يعني ايه من اختكم الصغيرة، اختكم الكبيرة، الطنط بتاعتكم، على حسب مستهل عمركم عامل ازاي. ما تستناش ناتج، ما تستناش محصول في وقت الزراعة. يعني ايه الكلام ده كله؟ ما تستناش الشجرة تنزل لك فواكه وهي لسه يا جماعة لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما تستناش الطفل يجري وهو لسه بيخطي العتبة. دايما انت حط نفسك في سؤال، انا دلوقتي في مرحلة رمي الاساس والزرع ولا في مرحلة يلا نلم الثمار؟ انت دايما اتعامل مع نفسك بهذا المبدأ. وعايزه اقول لكم والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما في تعب بيضيع. الناس اللي مش عارفاني ومش بتشوفني من زمان ومش بتسمع رغي كتير
انا مش اول قناه اعملها، انا من 2020 شغاله على قنوات يوتيوب بمحتوى مختلف. نجحت في 2024 يعني في 2025 كمان، يعني بدأتها النبتة تزرع في 2024، بدأت النبتة تبان في 2025، يعني 5 سنين انا بيجيلي مسجات للمودريتور تحرق الدم. الناس بتقولك انا بادئه من اسبوع ومش لاقي نتيجه. يعني قول لي انا ممكن اطلع لك نتيجه ازاي وانا نفسي كان القرد نفع نفسه. والله انا بقول لك انا قعدت بحاول وبفشل في رأي مري، انا بفشل 5 سنين. عارف يعني ايه انسان قاعد بيجرب ويفشل 5 سنين؟ فانت زعلان على اسبوع ولا انت زعلانه على اسبوع؟ ناس بتيجي تقول لي انا نزلت وتعبت وعملت، باجي ادخل والله انا اوقات فعلا الفضول بيقتلني ان انا اشوف. يعني اوقات كده بخش على الدي امز وكده، الفضول من كتر المسج ما فيها صعبانيات بتصير فضولي ادخل اشوف، ابص الاقيها منزله 2 فيديوز والجوده بتاعتهم معلش سامحوني مش حلوه، مش هقول تقرف، مش حلوه. وداخله في الدي ام عندنا او في المسجات للمودريتورز اللي بترد الحقوني ساعدوني. يا جماعه والله دور الضحيه ضرروا عليكم انتوا مش علينا احنا. ليه انا بقول الكلام ده؟ علشان اقول لكم فوقوا. مرحله رقم 7 تمام. الوظيفه قسما بالله معيب، وحياة ربنا الوظيفه معيب. يعني ده اللي انا محتاجه، يعني اعمل يافطه كده واعلنها. يا جماعه والله الوظيفه معيب. هو احنا ليه سوق الينا في الجيل بتاعنا يلا سيبوا الوظيفه، يلا الحريه الماليه، يلا نعمل فيديوهات، يلا الناس تشوف، يلا احنا نجيب فلوس، ويلا نضحك على الناس ونلعب بمشاعر الناس. مش عايزه اعمل كده، اللهم عافيني واعفوا عني. تمام. الوظيفه قسما بالله معيب. وما تسمعش كلام اي حد يقولك يلا سيب الوظيفه اطلع اجري. انا عملت كده علشان انا كنت قادره اعمل كده، كنت قادره اخد العلقات اللي فوق دماغي واخد الضرب واقول انا مكمله. في غيري مش هيقدر يعمل كده، في غيري وراه مسؤوليه بيت وعيال. الوظيفه مش عيب لو انت عارفه ان انت مش بتاعت مشاريع، مش بتاعت حرق الدم، مش بتاعت مشاوير وتخليص اوراق وتقفي هنا وتروحي هناك وتقفي مع الصناعيه دول تخلصوا كذا انت مش كده، طبيعه حياتك مش كده، طبيعه شخصيتك مش كده. الوظيفه مش شتيمه يا جماعه. احنا ليه بقينا في الجيل ده بنتعامل مع ان كلنا ما ينفعش نكون موظفين؟ لا عادي. لو انت او انتي عارفة ان فكرة وجودك في بيزنس لا يصلح لك، فرحم الله امرئ عرف قدر نفسه. والاساس البيزك اللي ربنا خلق ليه الدنيا ان احنا كلنا فوق بعض درجات، مش واحد احسن من التاني. بمعنى كلنا فوق بعض درجات بمعنى ان كلنا تمام بنقوم بمهام مختلفة بحيث يعني نفضل مستقرين على توازن الكوكب. يعني تخيلوا لو كلنا بيزنس اونرز هيحصل مشكلة، تخيلوا لو كلنا دكاترة هيحصل عجز ابن لذينة. تمام. فالنقطة الواقعية جدا اللي انا يعني بحب اصارح نفسي واصارح الناس بيها، لو شايفة الناس حواليكي والتغذية البصرية والصوتية طول الوقت بتقولك افتحوا مشاريع افتحوا مشاريع افتحوا مشاريع، ممكن انت نجاحك يكون في شغلك عادي جدا عند الناس، ممكن يكون نجاحك في قعدتك في بيتك معززة مكرمة بتربي العيال. مش عايزة اقلبها تنمية بشرية عشان الناس بتزعل. مرحلة رقم 8 والأخيرة لنفرغ. أنت لست ظلا يا صديقي. ليه دايما مصر أو مصرة ان انت تمشي في ظل حد؟ عايزة اقولك فكرة ان انت طول الوقت بتقلدي فلانة في شغلها او البراند بتاعتها او الكوليكشنز اللي بتنزلها او الالوان اللي بتستخدمها، هو انت متخيلة ان الناس مش عارفة؟ فكرة وجودك ظل انت كده بتعملي لها دعاية يا حبيبتي. انت هتحكمي على نفسك طول الوقت ان انت تكوني ظل، تكوني ورا الستارة محدش شايفك وبتنمي في مال غيرك. اوعي تكوني ظل، اوعي تختاري ان انت تكوني ظل. ربنا يوم ما خلقنا خلق لكل واحدة عقلية تعرف حرفيا تطلع اجدعها افكار.
اوعي تمشي ورا حد، دايما خليكي انتي خليكي انتي خليكي انتي. قد وصلنا للنهاية. الفيديو الجاي هنتكلم فيه ازاي تسوقي لشغلك على انستجرام او تيك توك، يعني على حسب ما تيجي معايا، وازاي تعملي فلوس كويسة جدا منهم. اوعي ما تشوفيش الفيديو الجاي.